البقاء لله. انا عايزك برضه تقول لي يعني ايه اللي حصل بالظبط وكلمنا عن شعورك دلوقتي. شعور ان انا ابني راح مني عشان واحد تافه ما يسواش جزمه في الارض. يعني اعمل انا ايه؟ ومناشد السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، ذنبه في رقبه العيل ده، ذنبه في رقبته هو. لازم يجيب لي حق ابني اللي راح، عشان هو بيشجع الشرطه وبيحطهم تحت باطه. وناشد رئيس وزير الداخليه يجيب لي حقي راخر. لازم يجيب لي حقي. قول لي، كان في لقاءات امبارح ما بينكم وما بين مدير الامن حكم دار العاصمه، اي حد من المسؤولين؟ الناس كتير ما نعرفش مين هم. رتب لواءات واقفه وعموداء واقفه، يعني ده بيقول لنا كلمه وده بيقول لنا كلمه. احنا فينا نار بيعاملونا بكل احترام وادب. بس احنا نعمل ايه بكل ده؟ هيعوض لابني. ابني راح عشان بني ادم مش حمى في بدلته وفي طبنجته. عيل غلبان بينزل من صباحة ربنا يلف في عربيه عشان ياكل عيش، يجي اخر النهار يعمل له 30 40 جنيه 50 جنيه. بيقول له جاب البضاعه عملها له على العربيه، بيقول له يعني انت بقالك ساعتين ملفتني، طب ما تزود لي الاجره شويه. يروح شاتمه ويقول له انت مش عارف انا مين. والعيال واد ينزل يزقوا الحاجه في الارض، يروح متكعب الامين الشرطه، يجي يقوم يروح مطلع الطبنجه مديله بقى من دماغه من ورا، تطلع من هنا. ده عدل مين؟ اذا كان عبد الفتاح السيسي يرضى بكده، احنا ما نرضاش بكده. نقوم بثوره ثانيه ورب العزه نقوم بثوره ثانيه. هو لازم نعرف دي كده، زي ما بيقول لنا انتوا مني واهلي، احنا كده هنتبرى منه. الكلام اللي انا بقوله ده ما تشالش منه كلمه، لازم توصل. احنا هو هو. طب انا بس تامر انا بس